السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بوكسينج العربي. أهلا بكم أصدقاء في هذه الأمسية من بطولة الفنون القتالية المختلطة، نزال عربي خارس يجمع بين الشجاعة والمهارة والتقنية العائلة. من فلسطين الحبيبة المقاتل عمر حسين يدخل الحلبة بثبات وبتحدي، وفي الزاوية المقابل المقاتل الكويتي محمد الأقرع. نزال لا مكان للتراجع ولا مكان للخطأ، فوزة ممتعة وننتقل الآخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، لا تنسونا بالدعم ولا تنسونا بالزر المتابعة والمشاركة بالقناة، وننتقل الآخر إن شاء الله تعالى. فوزة ممتعة. الزاوية الحمراء والشرطة الأخضر وبداية المواجهة، مواجهة تسموها، لكن صدقوني هذا النزال راح يكون استثنائي وغير، والفايز فيه يا أحمد فرحة لكل العرب سواء الأقرع أو حسين. طبعا دخول محمد الأقرع بالطريقة هذه لأن اللعبة واضح انه بينزل عمر حسين على اللعب الأرضي أو انه هو ياخذ ظهر لاعب عمر حسين. التحكم جدا قوي، لاعب حزام أسود بالجودو محمد الأقرع. طبعا هذه الحركات يعني مو غريب على هذه الوضعية، لاعب متمرس ومن سنوات في هذا المجال. يروح للظهر محمد الأقرع، يدخل رجله اليسرى، لو يمد ريله اليسرى تحت ريل عمر حسين اليمنى راح تكون في لها تأثير أكبر. يقدر يدخل أي رجل يبي يمين أو اليسار. حلو الدفاع من اللاعب عمر حسين، يحاول يسقط محمد ولكن محمد يتوازن. استمع لنا البونج شولدر اللي يستخدمه المقاتل. كثر ما كان في 1 2 3 من صالح محمد الأقرع، يعني محمد عنده خيارات ادري كذي، فالا اذا انت حاولت انك انت بينه الخيارات تدخل شيء. يعني مثل الحين كان ممكن عمر حسين يسوي شيء. حلوه من محمد الأقرع الباكس بعد واحده، ومحمد عنده ركله يساريه ممتازه. عمر حسين يحتاج، ارهقت اتوقع المصارعه في هذه الدقائق، ويحتاج ان حلوه محمد الأقرع يطمح للكمه يمينيه ممتازه. حلوه هاي كيك كانت، لكن تايلاند اتوقع جابها، ما نريد يعني نعمل ماركتينج للانديه في تايلاند بس واضح لكن حلو. وهكذا انتهت الجولة الأولى، لكن الأمور لم تحسن بعد، فالجولة الثانية هي التي ستكشف من يملك النفس الطويل ومن يستطيع قلب الموازين في لحظة واحدة. كل شيء ممكن وكل حركة قد تكون الفاصلة. وتذكروا أصدقاء، في النهاية هذه مجرد رياضة جوهرها الاحترام وروحها المنافسة الشريفة. الآن أصدقاء، وبعد جولة أولى حبست الأنفاس، يدخل عمر حسين ومحمد الأقرع من جديد إلى قلب المعركة. التركيز أعلى والإيقاع أسرع، وكل لحظة قد تكون الحاسمة، فمن سيبادر ومن سيصمد؟ النزال العربي سيشتعل الآن أكثر فأكثر. فتذكروا في النهاية أصدقاء، هذه مجرد رياضة والروح الرياضية هي المنتصر الحقيقي. فلنتابع مع الأصدقاء ونرى كيف ستنتهي الجولة الثانية، وشاركونا ملاحظتكم أصدقاء في التعليقات. فرجة. انظر احمد، الانضباط الاستراتيجي، الانضباط التكتيكي من المقاتل الاقرع، عارف شو يريد. اي واضح، اللي سواه طبعا عمر دخل 3 4 ضربات ممتازه، ولكن محمد الأقرع على طول وقت جهه. ودائما لما تكون الوقفه متعاكسه او معاكسه احمد، او الاشتباك القريب تصير، هذا اللي يبيه عمر حسين. ودائما الخبرة اللي تعلمته من النزالات التي خضتها، وتنوع الخصوم. نعم، تنوع مستويات الخصوم، اما اذا كلهم مثلا من مستوى عادي ما راح تتطور. حلو هذا الكلينش، المويتاي كلينش، ومن ثم توجيه ضربه بالكمات الاماميه، يعني يبحث عن البادي شوت. اتوقع السويتش كيك على مستوى الجسد افضل من البادي شوت. سلام يا محمد، يا سلام، حلوه هذه، حلوه ممتازه. الأقرع حتى الآن أفضل أحمد. اي، ونسمع مدربين عمر حسين انه ابعد عنه، لا تقرب بهذه المسافة. محمد في هذه المسافة يعني ماستر، وهذا شغله. هو يبي ظهرك على السياج، وهو يبي الاندر هوك اليميني، وهو يبي يستخدم رجله اليمين علشان يطيحك، وهو يبيك تحاول. هني هو داخل في مساحة محمد. حلوة الجاب كروس، حلوة الجاب كروس من محمد الأقرع حتى الآن. يحاول يبحث عن البونج إلبو المقاتل عمر حسين. احمد ما ادري اذا كنت تتفق معي، حلو الدخول بالبونج إلبو او الفورورد إلبو، لكن
يحتاج أن يوجه ركلات على مستوى الفخذ الداخلي، لأن دخول جرح على مستوى الفخذ علين. لكن حتى الآن محمد الأقرع حلوة ضربات الكوع. اول ما فتح الجارد المفروض محمد يحاول يقوم ويطوف الجارد نفس ما سوى محمد. ممتاز. عمر حسين يحاول يدافع، يمسك الرجل من تحت. محمد ممكن يسوي اي شيء في هذه الوضعية. ضربة على الوجه واحدة. بداية الجولة الأولى كان نزالا صعبا ومكثفا من الطرفين، كل لحظة كانت اختبارا للقوة والتحمل. عمر حسين بدأ يدخل في جو القتال، يتحرك بثقة أكبر ويقرأ خصمه بشكل أدق، بينما محمد الأقرع يحافظ على تركيزه ويواصل الضغط. فترقبوا معي أصدقاء الجولة الثالثة التي ستكون أكثر اشتعالا، فالمعركة الحقيقية بدأت الآن. الجولة الثالثة أصدقاء والأخيرة، هنا تكتب النهاية وهنا تحسم القصة. بعد جولتين من التحدي والإثارة يدخل عمر حسين ومحمد الأقرع هذه الجولة، وكل منهما يحمل ما تبقى من قوة وما تبقى من الحلم. لا مجال للتراجع ولا وقت للتردد. هذه اللحظات تصنع الفارق وتخلد في ذاكرة القتال، فمن سيصمد ومن سيخطف اللحظة كل شيء سيتقرر الآن. فدعونا نتابع مع الأصدقاء هذه الجولة إلى الأخير ونرى كيف ستنتهي. فرجة ممتعة. أيضا من ضربات الركبة. عمر حسين ومحمد الأقرع في وضعية الديرتي بوكسينج. عمر يحاول يروح البادي لوك، محمد يدافع بشكل ممتاز، يحاول يسقط محمد في الجولة الثالثة لياخذ الجولة الثالثة من مجريات المواجهة. صدق أنا في أكثر من موضع أسمع المدرب التعمري يبلغ عمر حسين إنه ابعد عنه وهو مو راضي يسقط. ممكن عمر شايف إنه في ثغرة عند محمد، يعني ممكن يستغلها في المباراة، لكن بعض الأحيان من الضغط الذي شاهدوا في الجولة الأولى والثانية لكمات مستقيمة. حتى الآن الحضور البدني لصالح محمد الأقرع، وهو الذي يدير مجهوده بشكل أفضل. هوكيس لا يستخدمها. محمد إذا دمج اللكمات بحيث أنه يخلي عمر يصعد يده فوق هني. شوف عمر متوقع عشان شي راح للركبة. يحاول يسقط محمد الأقرع بحركة جميلة. محمد يحاول يثبت بحيث أنه ما يكون لها أي تأثير. والاشتباك القريب كان بإمكانه أن يدير المواجهة من المسافة الطويلة وبتقنيات القتال الواقف. يعني عمر محمد حاط الرجل بهذه الوضعية طالع. عمر قدر ينزل محمد على وعمر يحاول يثبت الحوض، يحاول ياخذ الظهر. في احتمال كبير أن محمد يطلع من هذه الوضعية. عمر لازم يسمع مدربينه ويحاول أنه هو يعني يبتعد عن هذا الأسلوب بالقتال، لأنه لصالح المقاتل محمد الأقرع. ومحمد الأقرع أقرب حتى الآن ليكون الفائز في هذه المواجهة وليكون ضمن منافسات نصف نهائي هذا الوزن. مشاهدينا الكرام جرس الجولة الثالثة. متابعينا الكرام، نشكركم المشاهدة والمتابعة. وكان نزال رائع الذي جمع بين من أبرز مقاتلين العرب، الكويت من فلسطين، وكان الفوز من نصيب محمد الأقرع. فوز مستحق ونزال رائع، الكل استمتع. وهكذا انتهى النزال الثالث، وبعد 3 جولات من الفرجة والمتعة. ونلتقي مرة آخر إن شاء الله تعالى، ولا تنسونا بالدعم وزر المتابعة والمشاركة هذا النزال بين الأصدقاء. والسلام عليكم.